السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة إبداعات ندى. النهاردة إن شاء الله هنقدم لكم فيديو جديد هنشوف مع بعض فيه إزاي نخزن الجواكت الشتوي. طبعا لما بنيجي نشيل اللبس الشتوي ونطلع اللبس الصيفي بنلاقي مشكلة عندنا إن اللبس الشتوي وخاصة الجواكت بتاخد مكان كبير جدا، لان حجمها كبير وبنبقى مش عارفين نعلقها في الشماعات ولا نطبقها ازاي ولا نشيلها ازاي، يعني بشكل عشان ما تتكرمش وتفضل بجمالها معانا وما يتبهدلش مننا على ما يجي الشتاء الجاي. احنا هنشوف مع بعض دلوقتي طريقة سهلة جدا عشان نحافظ بيها او نخزن بيها الهدوم او الجواكت الشتوي. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. دي ان شاء الله هتبقى للجواكت، يعني خاصة بالجواكت. ان شاء الله الطريقة بسيطة وتعجبكم. هنشوف مع بعض هنطبقها ازاي وتبقى شكلها مرتب وجميل. هنجيب الجاكيت معانا نفرده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ونبدأ من تحت. طبعا لو في سوستة او زراير بنقفلها الاول، ونبدأ من تحت بنتنيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نتني حوالي كده التلت بتاعها لفوق زي ما احنا شايفين كده، ونيجي الكم بقى نحطه عادي جدا، نطبقهم على بعض، وبعدين نجيب الجزء اللي فوق وندخله جوه الجزء اللي احنا تنيناه. بكده هتطلع معانا التطبيقة مظبوطة ومش هتفك ابدا، وهيبقى شكلها مرتب، وهنحافظ عليها ان احنا نحطها في الدولاب، مش هتتكسر معانا وهتفضل مرتبة وشكلها جميل. انا عملت الطريقة ديت وعجبتني جدا وحسيتها ما بتاخدش مكان، وافضل من ان انا اعلقهم في شماعات على الشماعة ما بيجيلهمش تراب. انا برصهم في الاخر وبغطيهم على الرف في الدولاب، ما بيجيلهمش حاجة وبيفضل بقى شكلهم مرتب يعني وشكلهم منظم وحلو. هنبدأ برضو نعمل جاكيت تاني مع بعض عشان الفكرة توصل. نظبطه الاول كده ونظبط الكمام بتاعتنا نعدلها عشان اما نطبقه يطلع مرتب معانا. هنبدأ نفرده كده ونتني الجزء اللي تحت بنفس الطريقة. تنفع مع الجواكت الكبيرة ومع الجواكت الصغيرة، نتنيها بالشكل ده برضو. ونجيب الكم نحطه على بعض بنفس الطريقة بالعرض كده، ونجيب الجزء اللي فوق وندخله جوه بنفس الشكل. وهنشوف برضو لو معانا جاكيت فيه زعبوط من فوق او زنط من فوق، نشوف برضو هنعمله ازاي. كده دخلناه اهوت، شايفين كده دخل في بعضه، بيفضل بقى مفرود وما بيكرمش معايا، وبقدر احطه في الدولاب او اخزنه على رف الدولاب مش على الشماعة بطريقة سهلة جدا. نعمل واحد كمان نشوف حاجة بقى فيها كده طاقية او زعبوط، بحيث ان احنا برضو نتنيها. ده مثلا نتنيه برضو بالشكل ده زي ما عملنا، وهنتني برضو الكم بتاعنا بنفس الطريقة. طريقة سهلة جدا، ما بتاخدش معاكي وقت خالص، بس بتخلي الهدوم مرتبة. تنينا كده شايفين الطاقية هي من اللي فوق تنيناها، وهنبدأ ندخل جوه التانية اللي احنا عملناها ببساطة خالص، وبيبقى شكلها زي ما قلنا مرتبة. وكمان هو كده بيبقى مقلوب على ظهره. التطبيقة دي بتخلي الجاكيت من جوه يتقلب ناحية فوق، يعني هو بيبقى على ظهره، التطبيقة على ظهره، فما بيتطربش معايا، وبحافظ برضو على زهوته. الجواكت المنفوخة بقى بنلاقي فيها مشكلة انها بتبقى حجمها كبير، هنطبقها بنفس الطريقة برضو مفيش مشكلة. بنتنيه كده برضو، نتني الكم نفس الحكاية، والطاقية بتاعتها فوق برضو هنتنيها بنفس الطريقة، وندخله جوه كده منفوخ بس برضو هيتظبط معايا وهيتطبق مفيش مشكلة. نيجي بقى دلوقتي رصناهم كلهم، هنعمل ايه؟ احنا هنحس ان هم في الاول كده ان هم هيشين او عاليين مع بعض، بس طبعا لما بطبق كمية كبيرة واحطها في الدولاب على بعضها بيهبطوا معايا وما بياخدش مكان كبير زي ما احنا شايفين هو كده، عشان هو لوحده لما نحطهم ونرصهم فوق بعض مش هياخدوا المكان الكبير ده. بندخلهم بقى الدولاب ونرصهم فوق بعض ونبتدي نضغط عليهم، او في اكياس الشفط بقى اللي هي اكياس التخزين ايا كان، وبعدين بنغطيهم او نلفهم بقى بملاية او باي حاجة عندك، بحيث ان هم ما يجيش عليهم تراب. بيفضلوا كده للسنة الجاية، تيجي تطلعيهم هتلاقيهم مفرودين وجمال ومش متكسرين ولا متكرمشين معاكي خالص. طريقة بسيطة وسهلة، اتمنى تكونوا استفدتوا منها، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني وفكرة جديدة على قناة ابداعات ندى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.